وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على تمديد تعاقد الثنائي نادر فرج وعبد الكريم مصطفى لاعبي الفريق الأول لمدة 5 مواسم مقبلة. ويأتي هذا القرار في ظل سياسة مجلس الإسماعيلي في الحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس قرارا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيا، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي بدلا من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في 18 يناير 2024، والذي كان يلزم النادي الإسماعيلي بسداد 903 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس الشواط.